متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم. قبل الدخول في أي تفاصيل ندعوكم إلى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتصلكم الأخبار أول بأول. في هذا الفيديو سوف نتعرف على الترتيب الجديد للمنتخب الجزائري بعد الفوز على بوتسوانا وموزمبيق، مفاجأة من العيار الثقيل. ويواصل المنتخب الجزائري مسيرته التصاعدية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث قفز مركزا جديدا في الترتيب الشهري لشهر مارس، ليؤكد بذلك تطوره الملحوظ على الساحة الدولية. في المقابل حافظت الأرجنتين على عرش الصدارة العالمية، بينما شهد التصنيف تغييرات بارزة في المراكز الأولى. كشف الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد تحسن للمنتخب الجزائري، حيث تقدم الخضر إلى المركز السادس والثلاثون عالميا بفضل الانتصارات التي حققها في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية كأس العالم 2026، حيث تغلب على كل من بوتسوانا وموزمبيق بخماسية. المركز الثالث عربيا والرابع افريقيا، حيث وصل المنتخب الجزائري الحفاظ على موقعه بين المنتخبات العربية والافريقية القوية، حيث جاء في المرتبة الثالثة عربيا بعد منتخب المغرب ومصر، والرابع افريقيا بعد المغرب والسنغال ومصر.